السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اكلمكم عن نظام ثانوية عامة جديد بعيدا عن الصياح. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. طبعا انت او انتي دخلتوا الفيديو مستنيين ان انا اقول لك بقى ان نظام ثانوية عامة نظام البكالوريا بقى عبارة عن 5 سنين، بقى عبارة عن ان العربي اتشال من ثانوية عامة والدين بقى مادة اساسية، والكلام اللي هو كل الناس بتقوله دلوقتي. ولكن انا جاي عشان حاجة تانية خالص، انا جاي عشان انا نفسي افهم دلوقتي. انا دلوقتي طالب ثانوية عامة، قلت لك قبل كده 100 مرة ان الوزارة ممكن تطلع قرارات، ممكن تلاقي حاجات انت ما كنتش متوقعها، ممكن تلاقي صياح، ممكن تلاقي ناس كتير بتتكلم، وكل ما تقربوا من الامتحانات بتاعت اخر السنة هتلاقوا الصياح بيزيد، هتلاقوا الناس بتتكلم اكتر، هتلاقوا انتوا اللي الناس بتتكلم عليكم وبتطلع عليكم اشاعات وبتطلع اخبار ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. فانا كنت دايما بقول لكم ان انتوا لازم تقفلوا على نفسكم، ما تركزوش مع اخبار الوزارة، والوزارة طلعت قالت ايه، واصل الوزير بيفكر يعمل كذا، الوزير بيعمل كذا. الحاجات دي مالناش علاقة بيها. احنا دلوقتي نبقى مستعدين لكل حاجة. القرارات من اول ما حصل تخفيف المواد، ودلوقتي في قرار اللي هو النظام الجديد، والقرار ده اصلا ملوش علاقة بيكم، بس هو اي صياح لازم نصيح عليه وخلاص، اي حاجة لازم نشتت بيها الطلبة وخلاص. فاحنا دلوقتي يا جماعة محدش يحط في باله حاجة. انت دلوقتي طالب ثانوية عامة، انت جاي في اهم شهر في السنة. كنت دايما اقول لكم شهر واحد ده اهم فعلا شهر في السنة، فانت جاي في الشهر المهم جدا ده وقاعد تتشتت وقاعد اللي هو ده شوفوا الوزارة بتطلع قرار كل نص ساعة، الوزارة بتطلع قرار كل قد ايه. انت مالك دلوقتي بالقرار ده؟ وقلت لكم توقعوا عادي في اي وقت من اول السنة، بقولها لكم ان ممكن يجي الوزير يقول لكم ان الامتحان هيبقى المقالي فيه نسبته اعلى، الامتحان هيبقى كله اختياري ومفيش مقالي. الحاجات دي كلها قلت لكم ان انتوا لازم تتدربوا عليها، ان انت تبقى قاعد جاهز لاي حاجه تحصل. انا بذاكر المنهج بتاعي من كل الاتجاهات، بذاكر له مقالي، بذاكر له اختياري، بذاكر له كل حاجه، ببقى مستعد لاي حاجه تحصل. امتى بقى اشوف اصل نظام الامتحان هيبقى كذا او احنا هنعمل كذا؟ اشوف ده ليله الامتحان، ليالي الامتحان اللي هي مثلا 3 4 ايام قبل كل ماده. امسك الماده دي، انا عندي دلوقتي عربي، العربي طيب هيبقى نظامه ايه؟ مقالي كذا واختياري كذا، تمام يلا نخش. لكن مش دلوقتي، انت في اهم شهر يا جماعه، الشهر ده اقسم بالله مهم جدا. طيب بالنسبه لطلبه تانية ثانوي، الطلبه اللي طالعه ثانويه عامه، بصوا مبدئيا كده اي دفعه بتطلع ثانويه عامه بيبقى في صياح في الاول، صياح بقى اللي هو ايه ده ثانويه عامه طلعت مش عارف سنه كتير قوي، ده الحصص عدد ساعاتها طويل قوي، هتلاقوا صياح وخلاص. فهم ما صدقوا لقوا حاجه يصيحوا عليها، اللي هو ده القرار ده هيطبق علينا، ده احنا طالعين ثانويه عامه، ده القرار ده قرار ملوش علاقه ولا بثالثه ثانوي ولا بثانيه ثانوي ولا باولى ثانوي. القرار ممكن يتطبق على طلبه ثالثه اعدادي اللي هيطلعوا لسه اولى ثانوي، وانا قلت ممكن لان ممكن في اي وقت تلاقوا قرار اتلغى. طب وطلبه ثالثه اعدادي؟ ما هو طلبه ثالثه اعدادي دي برضو المفروض عندها شهاده الاعداديه، والمفروض بيذاكروا، والمفروض مركزين في المذاكره بتاعتهم. فانتوا دلوقتي تشغلوا بالكم ليه بحاجه لسه قدامها 8 شهور ولا حاجه؟ احنا دلوقتي نركز في مذاكرتنا، وقدامنا اجازه الصيف. اجازه الصيف يعني يا جماعه كبيره جدا كبيره جدا، تقدروا بقى تشوفوا قرارات، عايزين تشوفوا نظام الثانويه هيبقى ماشي ازاي، تشوفوا الدنيا ماشيه. لكن مش دلوقتي خالص. ركزوا في مذاكرتكم وسيبكم الصياح والحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا والترند وده. شوفوا قرارات الوزاره بتعمل ايه، ضافوا الدين، اصل لغوا العربي. احنا مالنا دلوقتي بكل ده؟ يعني هي نصيحه ليكم ان انتوا حاولوا على قد ما تقدروا لما تلاقوا حاجه اغلب الناس رايحه في اتجاه وانا اقدر امشي في الاتجاه التاني، وفي نفس الوقت هبقى مش بعمل حاجه حرام او غلط، فانا امشي في الاتجاه التاني. الناس كلها بتصيح، طب انا لو ما صيحتش زي ما قلت لطلبه ثانويه عامه برضو، شهر واحد ده الناس كلها متنحه، مش عارفين يذاكروا ومش قادرين يذاكروا. طب انا لو ذاكرت، ما انا كده هبقى فرقت عنهم، هبقى عليت في المستوى، هبقى اتميزت بحاجه. فاتمنى منكم تهدوا، الموضوع مش مستاهل. زي ما قلت لكم الطلبه الثالثه اعدادي هو اللي ممكن يتطبق عليهم، وممكن ومش وقته كمان لطلبه الثالثه اعدادي ان انتوا تفكروا في ده دلوقتي. اجازه الصيف كبيره نقدر نشوف فيها براحتنا النظام هيمشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي، لكن مش دلوقتي خالص. طلبه اولى ثانوي ملهاش علاقه، طلبه تانية ثانوي انتوا على النظام بتاع ثانويه عامه العادي جدا، وما تفكروش في ثانويه عامه دلوقتي. طلبه تانية ثانوي من الطلبه اللي برضو ايه، اللي هو زي اي دفعه كانت في تانية ثانوي،
الحماس واخدهم وهخش ثانويه عامه وهذاكر المواد بتاعه التخصص بتاعتي علم علوم او علم رياضه واشوف مدرسين. طب الكتب يا جماعه لسه بدري، انت هتخلص تانية ثانوي واحده واحده عشان تخش على تالتة ثانوي، ولسه مش اول ما تخلص تانية ثانوي هتقوم داخل في تالتة ثانوي، انت هتلاقي اجازه حبه كده مثلا شهر ونص وبعد كده تخش. طلب التالتة ثانوي ركز في مذاكرتك، انت في شهر مهم جدا جدا جدا، ركز في مذاكرتك وما تخليش اي حاجه تشتتك واستعد لاي قرارات ممكن تحصل. فده اللي انا كنت عايز اوضحه، بس عشان لقيت صياح كتير، لقيت ناس كتير متوتره وقلقانه، فحبيت اوضحه لكم في فيديو مختصر. فلو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات، وما تنسوش لايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.